الاسكندراني على اصولها. بما ان احنا من اسكندريه فهوريكم طريقتها ازاي. يلا بينا نشوف المقادير ايه. طبعا معانا كبده، ودي الكبده اللي هنعملها اسكندراني معاكم، وهتشوفوا المكونات وتشوفوا الطريقه. طبعا الليمون ده اساسي في الكبده، هو اللي بيظبط الكبده الاسكندراني. بعد كده الفلفل زي ما انتم شايفين، والفلفل الاخضر ده، في فلفل كمان احمر اللي بيحبه حامي هيستعمله، واللي مش بيحبه ما يحطوش لانه زي الشطه. بعد كده معانا ادي الفلفل الاسمر، معانا الكمون، معانا الكزبره، ومعانا شطه الخشنه، ومعانا طبعا الثوم ده اساسي، والملح والزيت. طبعا الكبده بتجيبيها وبتجيبيها حتت كبيره، هتحطيها في الفريزر، هتطلعيها وهي جامده، هتقطعيها حتت صغيره زي ما انت عايزه، وبعد كده تكون بسكينه حاميه ما تكونش بارده عشان ما بهدلش الكبده. فاحنا جايبينها هنا الكبده دي متقطعه، بس هي فيها حتت كبيره، فهنمسكها نقطعها حتت اصغر شويه زي ما انتم شايفين. لما تلاقي حته فيها كبيره كده هتقطعيها، لكن التانيه اللي هي بتتحط في الفريزر بتتقطع يعني طرنشات كده زي الطرنشات. فدي حتت طبعا كبيره، انا عايزاها حتت صغيره فاقطعها على 2 زي ما انتم شايفينها كده. فانا ما الاقي حته كبيره هقطعها حتت صغيره، لان مع بص هنا مقطعها لي بس مقطعها حتت كبيره، فانا همسك كل واحده كده اقطعها 2. طبعا الكبده الاسكندراني جميله وريحتها حلوه، وطبعا الاسكندرانيه زينا كده احنا بنعملها بطريقه جميله زي المحلات بالظبط. فاحنا طبعا عارفين تكاتها وعارفين هي بتتعمل ازاي، عشان احنا طبعا من اسكندريه، فان شاء الله تعملوها وتعجبكم وتطلع حلوه. طبعا بعد ما قطعناهم زي ما انتم شايفينهم بالشكل ده كده، الكبده حتت رفيعه، طبعا ما انت حباها اذا كانت كبيره او صغيره. فبعد كده هننقلهم في البوله دي، ونحط عليهم خل وليمون، وبعد كده ننقعهم 5 دقايق، مش اكتر من كده، لان لو اكتر من كده هتاخد الفايده اللي في الكبده. دلوقتي بقى حطيناها في البوله زي ما انتم شايفينها كده، هنحط بقى عليها شويه خل، يعني يتنقعوا فيهم يضيعوا فيها الزفاره اللي في الكبده اهي كده، وهتسيبيهم 5 دقايق مش اكتر. وبعد كده هنعصر عليهم عصره ليمون زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنجيب بقى التومه ونحطها في الليمون كده عشان نحطها على الكبده، هناخد نصها في التتبيله، وتشوفوا بقى النص التاني هنعمل بيه. دلوقتي بقى بعد ما صفينا الكبده من الخل اللي احنا كنا حاطينها وعصره الليمونه، فصفيناها في المصفى اهي، فهنرجعها تاني. وبعد كده خدنا التومه اللي احنا ضربناها في الهون هنا، وهناخد ايه نصها، هنحط عليها شويه ملح زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنقلبها ببعض، فهنقلبها على الكبده زي ما انتم شايفين كده، وهنقلبها كلها ببعض، كلها تتعمل بالتومه بالملح كده اهي زي ما انتم شايفينها، بتديها بقى طعم خطير، ريحه جميله. دلوقتي بقى هنجيب الفلفل اللي احنا هنحطه على الكبده زي ما انتم شايفينه كده، هنقطعه بقى ايه طرنشات بالطول كده، وبعد كده هنمسكه نقطعه حتت ايه صغيره. احنا هناخد ايه مجموعه كده مع بعض ونقطعها، اوريها لكم بس بتقطع حتت صغيره كده اهو كده زي ما انتم شايفين كده ماشي. وهنكمل بقى بقيه الفلفل. ودلوقتي بقى بعد ما قطعنا الفلفل زي ما انتم شايفينه مع بعض كده حتت صغيره، وبعد كده الكبده كنا متبلينها بالتومه والملح. وهنا بقى الطاسه طبعا هنشغل عليها البوتاجاز وهنعمل الكبده مع بعض. دلوقتي طبعا جبنا الطاسه وحطيناها وشغلنا عليها النار، هنجيب الزيت ونحط هنا زي ما انتم شايفين. بعد ما الزيت يسخن شويه هنحط بقى فيه ايه الفلفل، هتقلبيه عليه، هنقلب بقى فيه كده، بس اهم حاجه يكون الزيت سخن ما تحطوش على البارد. هنا بقى بنقلب في الفلفل تاني كده لحد ما يدبل معانا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنجيب بقى الكبده بعد ما تبلناها هنقلبها على الفلفل. الكبده حطيناها على الفلفل مش هنقلبها الا لما تغير لونها. طبعا هنا بقى ايه كنا عاملين نص الثوم زي ما انتم شايفينه كده، هننزله كده، هنفضله حته وننزله، وبعد كده نقلبه شويه عشان يديها ريحه حلوه زي ما انتم شايفين ده كده. فالكبده بتاخد الريحه بتاعته. هنحط بقى عليها البهارات وهي على النار كده، هناخد معلقه كزبره زي ما انتم شايفينها، وبعد كده هناخد معلقه كمون، بعد كده الفلفل الاسمر مش هنكتر منه قوي لان هو حراق، فايه انا بحط نص معلقه لان احنا مش بناخد منه كتير.
طبعا الشطه دي الشطه الخشنه احنا طبعا زي ما بتحبي، اذا كنت عايزاها او مش عايزاها اختياريه. فهنا هاخد حبه صغيرين كده عشان احنا مش بنحب الحاجه حاميه قوي. نقلب دلوقتي الكبده مع البهارات مع الفلفل مع الحاجه اللي احنا حاطينها كلها اهو زي ما انت شايفاها كده. صدقيني لو عملتيها ريحتها هنا خطيره خطيره خطيره. فالكبده الاسكندراني احنا طبعا متعودين عليها لان احنا في اسكندريه، فريحتها وطعمها جميل. هنقلبها بقى في بعض. طبعا لو وصلتوا لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك. اهم حاجه تصلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هننزل بقى بمعلقه خل كده على الكبده كلها زي ما انتم شايفين. ودلوقتي بقى كده هنطفي بقى على الكبده زي ما انتم شايفين. دي في الاخر هنعصر عليها نص ليمون في الاخر. ودي بقى كبده اسكندراني اصليه 100%. وبكده بقى بعد ما خلصناها زي ما انتم شايفينها كده اهو ماشي، وقطعنا لها الليمون وجبنا بقى العيش الفينو. فهنحشي زي ما انتم شايفينه كده اهو. دي كبده اسكندراني طعمها ولا في الخيال اهو زي ما انتم شايفينه كده اهو. طبعا بيتعصر عليها الليمون برضو وهي سخنه كده اهي كده. هنحط بقى هنا كده ونعمل السندوتشات ونرصهم. هنعمل واحد ده عندي كبير وعندي صغير، فهنعمل كمان واحد صغير اهو زي ما انتم شايفينه. طبعا الكبده الميه اللي فيها دي اساسي يعني ايه بتديها طعم كمان جميل قوي. وهنعصر ليمون كده زي ما انتم شايفينه اهو، وهنرصهم هنا وفي الاخر تشوفوا شكلها. وبعد ما خلصنا الكبده الاسكندراني الاصليه 100%، ادينا حشيناها في السندوتشات وعملناها وده شكلها النهائي زي ما انتم شايفين. طبعا حلاوتها وبساطتها من الشيف اميره، وكمان ريحتها خطيره خطيره خطيره. والله لو عملتوها مش هتنسوها خالص. فدي شكلها النهائي.